وانت هنا في امريكا لما حد بيسألك او يقول لك do you really understand what I mean؟ هكررها تاني do you really understand what I mean؟ هترد عليه كده بكل سهولة وحب وسلام gotcha او I get it I get it، يعني I understand it I understand it. كده انت اسلوبك راقي وحلو وبتخلي اللي قصادك ما يعملش حاجه اسمها فيس اكسبريشنز زي اللي بيحصل هنا في امريكا لما يجولنا مثلا ناس كتير هنا بيبقى الاخر هنا مش فاهمه مش عارف يتعامل معاه، فدي بتشيل حاجز اللغه اسمها language barrier او بنسميها break the ice. break the ice هي مش ان انت تكسر التلج، هي ان انت تشيل حاجز اللغه، وده مهم جدا في اللغه عشان انت تحس ان انت واحد من المجتمع، ما تحس ان انت غريب. ده مهم جدا لواحد مقيم في الخارج، لان اللي حواليك كلهم بيتحدثوا باللغه الانجليزيه مش العربيه. ده اذا ما كنتش مثلا بتتعامل مع المجتمعات العربيه في الخارج اللي هي المجتمعات المعزوله عن المجتمع الامريكي او المجتمع الكندي، فده مهم جدا في الخارج. I don't care I don't mind it doesn't matter. التلاتة دول بمعنى واحد اللي هو مش مهم بالنسبة لي. it doesn't matter مش قلتش بقى ايه اللي هو it doesn't matter. it doesn't matter I don't care care مش care care I don't mind. يعني شفت الفيلم ما شفتش الفيلم مش اشكال، ما عنديش اي مانع مثلا ان انا اتفرج على فيلم مفيش مشكله. او لو انا هاخدها للسلانج الامريكي اللي هو I don't give a damn، يعني انا مش مهم اي حاجه بالنسبه لي. نشوف كده مثال عليها. Do you wanna watch a romantic movie or an action movie؟ هل انت عايز تشوف فيلم رومانسي ولا فيلم كده اكشن حركه واثاره؟ ما قلتش بقى do you want to watch a romantic movie or an action movie؟ كلتها بسرعة كلتها بسرعة. do you wanna watch do you wanna watch do you wanna watch a romantic movie or an action movie؟ كده بقت حلوة وظريفة وجميلة وبرضو بقت مستصاغة، والاخر يبص لك نظره بتتغير، النظره بقى تتغير ليك. يقول لك بس انت كده بتتكلم انجليزي حلو، انا عايز اسمعك عندك كتير ان انت تقدمه. you have a lot to offer عندك كتير ان انت تقدمه. مش بقى اللي هو معلوماته على قد واخد كورسين تحت السلم وبياكل مثلا حتتين زلابيا وقرصين طعميه وشويه بقى كنافه وقطايف وشويه بقلاوه وخلصت كده وشكرا، لا رغيفين بحواوشي وخلصت، لا انت اللي بتجبر اللي قصادك انه يبص لك نظره تانيه، نظره حلوه، بيبان ان انت مثقف متعلم، بيبان. عشان كده سقراء قال ايه؟ talk to me then I can know you، تحدث الي لكي اراك. لما بتتكلم الناس بتشوفك، هل انت متعلم، هل انت نص كم، هل انت نص لبه تعبان يا قلبي، ولا بتمشي، ولا واخد مثلا حافظ كلمتين وبتغنيهم، ولا جامد. هنا بقى النقطه، هو ده السر هو ده السر. وخلي بالك برضه من خبره الحياه والسفر والتدريس لمختلف انواع الطلاب والجنسيات المختلفه، لازم تعرف كده some people will never like you because your spirit irritates their demons. اقولها تاني بالراحه خالص بالعربي، يعني في ناس اصلا مش هتحبك. ليه؟ لان الروح اللي عندك بتضايق الشيطان اللي جواهم، ده طبيعي. يعني معنى كده ان مش كل الناس هتحبك ومش كل الناس هتتضايق منك وكل الناس هتكرهك، لا في هيحب وفي هيكره. ده الحياه كده، الحياه كده، ده طبيعي الحياه. هقولها تاني كده بالراحه. some people will never some people will never like you because مش because بقى ننسى بقى انجليزي السلالم بقى، نصحى بقى. بقول لك كنافه وقطايف الايام اللي جايه حلوه، صباعين محشي بقى. يبقى because your spirit
irritates مش irritates their demons. الروح بتاعتك بتضايق ايه؟ الشياطين اللي جواهم. هقولها بسرعة بقى يبقى ايه؟ Some people will never like you because your spirit irritates their demons. بسرعة اهو، بسرعة جميلة وحلوة. يبقى انت كده ايه؟ تبقى عارف انت فين في اللغة. الفوناريكس اللي هو علم الصوتيات. ده بيدرس فين في امريكا يا جماعة؟ بيدرس في الابلاي لينجويستكس اللي هي علوم اللغات التطبيقية، وعلم اللينجويستكس علم اللغات. ده مهم جدا ان انت تعرف علم الفونولوجي اللي هو علم الصوتيات. يبقى انت بتعرف كده ايه؟ صاحي وعارف العلوم اللي بتدرس في الخارج ايه، وبتنطق صح، لان اهم حاجه يا جماعه النطق الصح. ما تبقاش بقى عايش في الكسكسي والبطيخ وبتضرب حتتين الكنافه، لا، والقطايف لا برضه، والزلابيه لا، وبلح الشام لا. بتنطق صح، بتتعلم صح، بتبقى انت واقف على ارض صلبه، مش تعليم كسكسي بقى، بتبقى واقف على ارض جامده. خدت بالك؟ يبقى تفهم بقى الدنيا بقى ماشيه ازاي، بقى تفهم الحياه ماشيه ازاي، والنطق الصح والتعليم الصح. يبقى انت كده صح بقى. الله.